اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنعمل مع بعض الشنطة الجميلة دي. الشنطة سهلة وبسيطة ان شاء الله، لما تنفذيها معايا هتطلع زي ما انت شايفاها كده بالظبط، لان كالعادة بشتغل معاكي خطوة بخطوة بكل التفاصيل. يلا بقى، اذا اول مرة تشوفيني معاكي منى بدر، ودي قناة برنسس ميت كروشيه. ما تنسيش الاشتراك، اكتبيلي في الكومنتات بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة، ويلا بينا على طول نبتدي. استخدمت خيط السلسلة 3 ملي، واستخدمت ابرة رقم 4.5 ملي. اول حاجة هبدأ وهعمل عقدة بداية، وهشتغل 16 سلسلة. ستاشر سلسلة عملوا معايا بالظبط 14 سنتي. ده وش السلاسل، انا مش بشتغل فيه، انا هقلب السلاسل كده على الظهر بتاعها في حلقات ورا اهي. هي دي اللي انا هشتغل فيها. اول حلقة دي مش هشتغل فيها، هدخل في الحلقة التانية وهعمل غرزة حشو، وهدخل في حلقة ظهر السلسلة التانية برضو. هدخل كده في الحلقة، اسحب خيط، بيكون عندي لفتين على الابرة، بسحب الخيط من لفتين، ودي طريقة غرزة الحشو. هفضل بقى ماشية على حلقات ظهر السلسلة، هعمل بالظبط 15 غرزة حشو. خلصنا خلاص 15 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وألف الشغل، وهشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. هشتغل برضو 15 غرزة حشو. هفضل شغالة بال15 غرزة حشو دول لحد ما ارتفع بيهم عدد سطور. اشتغلت 12 سطر، 2 4 6 8 10 12، او 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هبتدي بقى اقفل الثلاث جوانب دول بغرز الحشو. احنا عملنا 12 سطر، يعني هيكون عندي على الجنب 12 غرزة حشو. هدخل في نفس المكان اللي كنت عاملة فيه اخر غرزة وهعمل غرزة حشو، وبعدين اخر كل سطر هعمل غرزة الحشو بتاعته هنا كده في المكان ده. دي كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، واخر غرزة 12. هروح للجنب التاني. اول غرزة عندي هعمل فيها تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان. دي 1 2. بعد كده هشتغل 13 غرزة حشو، تحت كل غرزة غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لاخر غرزة في الصف.
وصلت لاخر غرزة وهعمل برضو فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان، 1 2. وصلت للجنب التالت وهعمل برضو قدام كل سطر غرزة الحشو بتاعته، وهعمل بالظبط 12 غرزة حشو. هعمل سلسلة تثبيت وبعدين افصل الخيط، والخيط الزيادة بنضفه تحت الغرز. كده اكون خلصت اول قطعة انا عايزاها. طول القطعة كان 12 سنتي، والعرض بتاعها كان 16 سنتي. بنفس المقاسات وعدد الغرز عملت قطعة كمان، بس ما فصلتش الخيط، سبت الخيط فيها عشان اوصل بقى القطعتين ببعض. اروح للقطعة اللي ما فصلتش فيها الخيط وهشتغل 14 سلسلة. بعد كده هحط القطعتين قدام بعض بالطريقة دي، واول غرزة عندي هنا هروح للي قدامها بالظبط وادخل كده بالابرة بالطريقة دي، واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة، وبعدين ارتفع سلسلة. شغلي هيكون على ال14 سلسلة دول، دي السلسلة اللي انا ارتفعتها ودي غرزة المنزلقة، انا مش بشتغل فيهم كل السطور، انا شغلي على ال14 سلسلة دول بس. اول سلسلة هدخل فيها وهعمل غرزة منزلقة، والتانية كمان هعمل غرزة منزلقة، والتالتة كمان هعمل غرزة منزلقة، يعني عملت 3 غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 8 غرزة حشو، متبقي عندي 3 سلسلة، هعمل جوا كل واحدة فيهم غرزة منزلقة، 1 2 3. كل شغلي الجاي هيكون على الغرز دي لحد ما اربط القطعتين ببعض، والمفروض ده يكون شكلها. انا هشتغل كده لحد ما اوصل لاخر غرزة هنا. اعمل السطر اللي بعده ازاي؟ الخيط بتاعي تحت كده، وبدخل بالابرة في الغرزة اللي عليها الدور، اسحب الخيط كده من تحت، وبعدين اعمل غرزة منزلقة وارتفع سلسلة، وزي ما اتفقنا غرزة المنزلقة والسلسلة دول انا مش بشتغل فيهم، انا شغلي على ال14 غرزة بس. اول 3 غرز هدخل وهعمل فيهم 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، وشغلي بعد كده لحد ما اخلص الجنب كله في الحلقة الخلفية. بعد كده هشتغل 8 غرزة حشو في الحلقة الخلفية،
واخر 3 غرز هيكونوا 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، وهي دي بقى التقسيمة اللي انا هشتغلها لحد ما اخلص الجنب كله. ارتفاع للسطر اللي بعد منه ازاي؟ بروح للقطعة التانية، اروح في الغرزة كده اللي عليها الدور، وبعدين اسحب خيط، وبعدين اعمل غرزة منزلقة، وبعدين ارتفاع سلسلة. وشغلي زي ما قلتلكوا على ال14 غرزة دول التقسيمة بتاعتهم. اول حاجة 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، وطبعا غرزة الارتفاع وغرزة المنزلقة الاولانيين انا مش بشتغل فيهم، انا بشتغل على ال14 غرزة بس. بعد كده هشتغل 8 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعدين هشتغل 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، اروح للسطر اللي بعد منه ازاي؟ اروح للقطعة التانية، الخيط بتاعي تحت الابرة، واروح للغرزة اللي عليها الدور، اسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة، وبعدين اعمل سلسلة، والمنزلقة والسلسلة دول انا مش بشتغل فيهم. اول 3 غرز 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، بعد كده 8 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، واخر 3 غرز 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. اروح للقطعة التانية، ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، اسحب خيط واعمل غرزة منزلقة، ارتفاع سلسلة، واكرر بقى غرزة المنزلقة وغرزة الارتفاع انا مش بشتغل فيهم، بشتغل 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية اول حاجة، بعد كده 8 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، بعد كده 3 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، لما عاوزة ارتفاع سطر جديد الخيط بتاعي تحت، اروح للقطعة التانية الغرزة اللي عليها الدور، اسحب الخيط، وبعدين اعمل غرزة منزلقة، ارتفاع سلسلة، ودول طبعا مش بنشتغل فيه. هشتغل 3 غرزة منزلقة، بعد كده 8 غرزة حشو، وبعد كده 3 غرزة منزلقة، وطبعا شغلي كله في الحلقات الخلفية. اروح للقطعة التانية، ادخل كده في الغرزة اللي عليها الدور، اسحب خيط، اعمل غرزة منزلقة، وبعدين ارتفاع سلسلة، وهكذا اكرر. اروح للقطعة التانية، اسحب الخيط بتاعي كده يكون من تحت كده من هنا، افضل ماشية بالطريقة دي لحد ما اوصل لحد هنا. خلصت خلاص الغرز بتاعتي كلها، اخر سطر بس هعمله غرز منزلقة كده تحت الحلقتين، هدخل تحت الحلقتين واسحب الخيط، وبعدين اسحبه من اللفة اللي على الابرة. هفضل بقى شغالة غرز منزلقة تحت الحلقتين على وش الشنطة كله لحد ما اوصل لاول غرزة عملتها.
هفصل بقى الخيط بتاعي وهكون اخر غرزة. هسيب الغرزة دي وادخل في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين، اسحب الخيط كده على بره، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي طالع منها الخيط، ادخل كده جواها واسحب الخيط على جوه، والخيط الزيادة ده بقى بنضفه تحت الغرز. وشوفوا حجمها حلو من جوه ازاي. وعشان اعمل قلاب الشنطة عملت قطع كروشيه زي القطعتين اللي انا عملتهم قبل كده، بس مكونة من 15 سطر، 2 4 6 8 10 12 14، اخر سطر 15، وقفلتها بنفس الطريقة اللي انا قفلت بيها القطع قبل كده. هحطها بقى كده بالطريقة دي، وهبتدي بإبرة تنظيف اخيطها في جسم الشنطة. تقدري تخيطيها في جسم الشنطة بغرز منزلقة، بس انا خيطتها رايح جاي كده بإبرة التنظيف. هعمل عقدة بقى كده عشان اثبت الخيط، والخيط الزيادة ده انضفه تحت الغرز. وركبت فيها القفل ده تقدري تركبي مغناطيس. وعشان اعمل اليد عملت عقدة بداية، وبعدين عملت 40 سلسلة،
وفي حلقة ظهر السلسلة هعمل غرز حشو، هشتغل 39 غرزة حشو، وهفضل شغالة غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما ارتفع عدد سطور. عملت بالظبط 1 2 3 4 5 سطور من غرز الحشو. هبتدي بقى اتني اليد بالطريقة دي، كل غرزة كده هتبقى مع الغرزة اللي قدامها. هحط كده كل غرزة مع اللي قدامها وادخل بدخل كده تحت الحلقتين، اسحب خيط وبعدين اسحبه من اللفة اللي على الابرة، وبعدين اروح للغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين مع تحت الحلقتين في الغرزة اللي قدامها، واعمل غرزة منزلقة واكمل تقفيل اليد بالطريقة دي لحد ما اخلص كل الغرز. هفصل بقى الخيط والخيط الزيادة ده انضفه جوه اليد. ركبت في اليد حلقتين سهلة الفتح وبعدين ركبتها في الشنطة. الشنطة خدت 450 جرام، شنطة سهلة جدا مش تاخد معاكي وقت خالص، كمان النتيجة بتاعتها حلوة وواسعة من جوه. اي حاجة ما قلتهاش في الفيديو هتلاقيها موجودة عندك في صندوق الوصف. اكتبي لي كومنت وعرفيني بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة، ومستنية اللايك والشير. اذا ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني في فيديو جديد.